السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، النهارده فيديو جديد وفيديو مهم جدا. لو الغسالة بتعمل معاكي زي ما عملت معايا كده، حلها بسيط وهتقدري تعمليه بنفسك من غير حتى ما يكون جوزك معاكي. اولا انا كنت سايبه الغسالة شغالة ملياها وحاطه فيها الغسيل وسايباها على اساس ان هي بتغسل. لقيت المية كلها صرفت من الخرطوم. المفروض ان انا عاملاها على وضع الغسيل مش تصريف المياه. تمام. اهو بصوا الربط كان فيها اهو وصرفت المية كلها. حاولت املاها تاني، قلت يمكن الزرار معلق ولا حاجة، ورجعته على الصرف ورجعت عملته تاني على الغسيل. نفس المشكلة، كل ما اجي املاها الاقيها بتصرف المية بتاعتها. اول حاجة كده هنعمل ايه؟ طبعا هنشيل فيشة الكهرباء دي اهم حاجة، والمية تبقى خلاص اتصفت، ما فيهاش اي بقى مية. طبعا هي كده كده اتصفت يعني ما فيهاش مية. هنبدأ نفك كده الجزء اللي من ورا ده من فك صليبة اهو. خلاص، هنا الجزء ده اللي يبقى مسؤول عن الصرف. دي طبعا دي بنبدأ نفكها بالراحة، يعني ما بنبقاش جامدين عليها عشان ما تتكسرش معانا. طبعا الحبل ده اللي بيبقى مسؤول عن الرفع زي شدات كده اللي بيتحكم في الصرف بتاع الغسالة. تمام، هنبدأ نفكها اهو بالراحة، ونبدأ نرفع الجزء اللي جوه ده ونشوف ايه السبب في ان الغسالة ما بتصرفش. اهو زي ما انتوا شايفين لقيت دبوس اللي هو بتاع الستاير للأسف كان وقع من المروحة، وطبعا ده كان سبب ان الغسالة عمالة تصرف المية كل ما املاها مية تصرف على طول ما بتوقفش. تمام. وطبعا الجزء ده وسخ، هنبدأ ننضفه كويس بأي فوطة كده او اي حاجة عندك، وبعد كده هنبدأ نحطها تاني. اهم حاجة نتأكد ان مفيش اي حاجة تانية موجودة في الجزء اللي تحت ده. يبقى كل اللي كان عامل معانا المشكلة هو الدبوس ده. الحمد لله ان انا قدرت ان انا اصلحها، لان انا عايزة اقول لكم ان انا ما بستغناش عن الغسالة دي خالص. يعني عايزة اقول لكم بتنجز معايا في حاجات كتير. هنا خلاص ربطتها وربطت الجزء اللي ورا. تعالوا بقى نبدأ نجربها. هنا بقى ابدأ احط المية، اسيبها بقى تملى مية اهو زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى مع بعض نشوف ايه بتصرف ولا لا. اهو بصوا، انا مسحت الارض عشان برضو اتأكد ان هي ما بتنزلش مية. تعالوا اهو عشان نتأكد برضو ان احنا مفيش اي حاجة رجعت زي الاول. اهو هي شغالة بتملى وعلى وضع الغسيل اهو زي ما انتوا شايفين. الحل بسيط جدا، ولا بقى محتاجة ان انت تجيبي فني صيانة يشوف لك المشكلة فيها ايه. لا، تابع الفيديوهات بتاعتنا هتلاقي كل حاجة انت محتاجاها في البيت عايزة تعمليها ان شاء الله هتلاقيها عندي هنا في القناة. وتعالي بقى نشوف هنا ده سبتها بقى ايه. حطيت طبعا الرابسو وشوية كلور وعجينة وسبتها بقى شغالة اهي. بصوا المية اهي شغالة. وتعالوا بقى نشوف برضو الصرف تاني نتأكد زيادة تأكيد اهو. الحمد لله المشكلة اتحلت والدنيا معايا تمام، والحمد لله ما احتجتش ان انا اجيب اي حد يصلحها لي. انا عايزه اقول لكم ان انا اللي عاملاها، انا جوزي ما كانش معايا في البيت، فطبعا كان في عندي هدوم كتير قوي محتاجه ان انا اغسلها، فاتصرفت وقلت اعمل لكم فيديو بيها عشان لو اي حد وقع في المشكله دي تقدري ان انت تعمليها في البيت اهو. هنا بقى سايباها كده تغسل. واتمنى ان الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. مع السلامه.